حلوين. كل سنه وانتم طيبين بطبيعه العساسين. يلا بقى النهارده إيه كل يوم عندنا فرح جايبين طباخ. كل يوم عندنا فرح جايبين طباخ، وعيالي ما يعرفوش يروحوا عند الطباخ. يا ماما والنبي يا ماما عايزين ناكلوا رز الطباخ، والنبي يا ماما عايزين ناكلوا رز الطباخ. قلت لهم ماشي. خليت عندنا طباخ في مره ورحت رايحه قاعده معاه ماشي. ولا سالته بيعمل ايه، ولا قلت له هو ده ايه، ولا قلت له صنف تلت التلاته كام. بس عينك اللي بتشوف بتلقط، عينك بتشوف وبتلقط على طول من كل حاجه ماشي. فانا قلت ايه، لا ما انا لازم، وانا كل لما يجي طباخ في الحته او في المكان عيالي يقعدوا عايزين طباخ، لا ده انا اجيب لهم الطباخ في البيت. وعملت مره واثنين وثلاثه وحفلات سبوع وحفلات خطوبه صغيره، وكانت جميله وطلعت جميله بسم الله ما شاء الله. يعني الحمد لله فضل من عند ربنا. فتعالوا بقى اما اوريكم اسرار رز الطباخ ولحمه الطباخ اللي كله بيبقى بيجري الفرح مخصوص عشان يروح ياكل رز الطباخ واكل الطباخ. يلا تعالوا بقى. بص اول حاجه هجيبها ايه، هعملها ايه. عندي نص كيلو رز بسمتي، نص كيلو رز بسمتي، كيلو لسان عصفور، نص كيلو شعرين. تمام، ده الرز. بعيد بقى كده شويه. تعالوا بقى واللحمه بقى اهم من الشغل، تظبيط الشغل. الرز بيبقى طعمه حلو من ايه؟ من طعامه اللحمه واللي فيه، من طعامه اللحمه واللي فيه. وعايزه اقول لكم نصيحه، اللحمه اللي مقطوعه حالا من عند الجزار ما بتبقاش طعمه زي اللي بنجيبها من عند مثلا فتح الله، من عند المنشاوي، من عند الكلام ده، اللي هي متلجه، اللي هي الايه نيوزيلاند دي، ولا مش عارفه اسمها ايه بالظبط. المهم ماشي. فانا جبت 2 كيلو لحمه. وبعدين بقى شوف المقادير بتاعتي، صحصحوا معايا كويس وما تنسوش ولا حاجه منها، علشان هي ديت التركات اللي بتخلي طعم الرز خرافه خرافه. تمام، خليكم معايا واحده واحده كده. تتبيله اللحمه اللي هنحط منها على الرز، تتبيله اللحمه اللي هنحط منها على الرز. ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ال2 كيلو لحمه ليهم 3 بصلات كبار، 3 بصلات كبار. وانا عامله بزياده شويه لان مش كل يوم والتاني هروح اجيب لحمه ماشي. فقلت اما اخلي شويه صوص عندي عشان لو عوزت اعمل رز طباخ ولا حاجه يبقى عندي الصوص. ما انا مش هرمي الصوص دوت بيبقى كنز عندك في تلاجتك لاي وقت إن كان بقى ماشي. وهعرفك ازاي تحمري الشعريه، تحمري لسان العصفور ماشي، وتعينيهم كمان عندك لاي وقت إن كان عايزه تعمليهم في ثواني. هتطلعي شويه الشعريه متحمره، شويه لسان العصفور متحمره، عليهم شويه رز بسمتي او رز مصر عادي مع الصوص بتاع اللحمه ده. يلا بقى نقول مقادير بتاعت الصوص. 3 بصلات كبار كبار قد ما تكبر ايدك ماشي، كبار اهو. و4 قرون فلفل، منهم الاتنين دولت فيهم الشطه دي فيها حراق وفيها مش حراق، فانا من غير ما ادوق جبت 2 وخلاص زي ما تيجي بقى ماشي. و5 طماطمات وساطه، 5 طماطمات وساطه. وزيهم جزر، لو الجزر صغير زي دوت برضو 5 وحدات، لو كبير يبقى 3 كبار ماشي. ولورا، ورق لورا. طبعا ورق اللورا ده انا بعتبره من الاعشاب مش من التوابل، من الاعشاب اللي هي دي. تمام. شويه ورق لورا يعني عظام كده، شويه عظام كده ماشي. وصلصه، ده كيس صلصه من اللي انا كنت عاملاه، من اللي انا عاملاه اهني. بصوا عندي بقى في اليوتيوب وانتوا تشوفوا الصلصه دي ماشي. ارجعوا عندي عندي في الصفحات بتاعتي، في الحلقات بتاعتي، وانتوا هتعرفوا الصلصه دي جميله زي اللي بتشتريها بالظبط. تمام، انا عاملاها عندي هنا. تمام. ومستردة، لازم المستردة. وكاتشب ماشي. بتبصوا على العصير ده؟ لا ده مش من ضمن الوصف، ده برضو انا كنت عاملاه بس بصراحة خلصنا. وديت يعني كده يعني. عايزين تعرفوا هو بيتعمل ازاي؟ يلا روحوا لي هناك في صفحة الوصف عندي وفي على اليوتيوب، وانتوا هتعرفوا ده معمول ازاي. ده بيتي برضو، انا مش شارياه، ده حاجة بيتي انا اللي عاملاه ماشي. وتعالوا بقى على شوية البهاريز، شوية التوابل. يلا نسمي الله كده. معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة كبابة صيني،
عدوا معايا، ولازم الحاجات دي مفيش حاجة تنقص منها. ماشي. معلقة حبهان مطحون، معلقة قرف مطحون، نص حبة جوز الطيب مبشورة، معلقة توم بودرة، توم باودر. ماشي. معلقة خلطة الكفتة، 7 بهارات، معلقة 7 بهارات. تاني، فلفل أسمر، كبابة صيني، حبهان مطحون، قرفة مطحون، نص حبة جوز الطيب مطحونة، معلقة توم بودر. يعني ما حطيتش توم، هو التوم ما بحبش احطه في صحيح، انا بحب البودر بتاعه. ماشي. معلقة 7 بهارات، معلقة خلطة الكفتة. خلطة الكفتة دي اللي لازم تبقى موجودة معاكي. دي من ضمن التستات اللي بتعلي، دي من ضمن الحاجات اللي بتعلي التست معاكي في الاكل. تمام. يلا بقى تعالوا معايا. اول حاجة هحطها اللحمة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. لا انا مش هطشها، دي ما بتنطش. ماشي. هي كل حاجه بتتحط ني في ني كده. ماشي. انا غاسله اللحمه كذا مره. ماشي اهو. نحط الصلصه. بسم الله. جميله الصلصه دي، جميله. ماشي. وشويه التوابل كلهم على بعض على بعض على بعض على بعض. وادي الخضار. مفيش واحده تيجي تقول لي ايه طب والملح. اوعي الملح يخش معاكي في تسويه اللحمه بالذات خالص دلوقتي. ماشي. الملح بالذات اوعي يخش معاكي في تسويه اللحم. الملح بيوقف تسويه اللحم. الملح دي الكاتشب، نص الازازه دي، نص الازازه دي. ماشي. والمستردة برضو. لا، هي المستردة هتبقى الازازه دي كلها. اعملوا حسابكم ان ديت هتتعان منها صوص، يعني مش هي ديت الشغل بتاعنا، مش هي ديت ليوم، يعني اليوم لكذا يوم. ماشي. تعالوا بقى نخرط الشطه. ده هي بتتخرط كده، مش صغيره ومش كبيره، لان انا في الاخر على ما بتطيب انا باخدها بقى عندي يا في الهاند بلندر يا في الخلاط، بضرب ده كلته وبزود عليه كمان شويه ميه. ماشي. علشان تبقى صوص عندي، واخد منه شويه واكمل عليهم بميه او بمرق الدجاج. طبعا انتوا هتشوفوا ايه، هتشوفوا التفاصيل واحده واحده. ماشي اهو. هخلص تقطيع الخضار كله بقى وارجع لكم تاني. خلصت تقطيع الخضار اهو. تعالي كده موريكي حاجه. انا ده مش للناس الكبيره طبعا، الناس الكبيره كلها على دماغنا، انا بعلم البنات الصغيره اللي بيضيعوا نص قرن الفلفل في ايه، في القطشه دي. تعالي كده بصي، تك من هنا اهي، تك من هنا اهي اهي. شفتي؟ ولا حته راحت في مكان غير مكان. ماشي اهو. تمام كده. هو لو فيه واحده بقى عندها حله الضغط، يلا نولع عليها. لو واحده بقى عندها حله الضغط هتطيب معاها في ثواني. تمام. فوق ده كله هنزود شويه ميه. ماشي. ومع نفسها بقى ما تزوديش. هما بصي اهي، الميه دي كلها هتنشف وهتبقى جميله، مش هتنشف قوي يعني، على قد ما هي هتبقى ايه اهو 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 اهو. تقلبي كده عشان كله ايه ياخد من بعض. تمام. تسيبيها تغلي، هوريها لك ساعه ما تغلي، وهتيجي نقلها على العين ايه الصغيره، تغلي وتكتك مع نفسها واحده واحده حتى كده، عشان ايه
طول ما هتتنيها على العين الكبيره ديت الميه هتنشف بسرعه، وهتبقى مش هتطيب، هتبقى مجرمزه كده. احنا عايزينها تطيب على الهواده، على الهواده، واحده واحده كده. ماشي. يلا على ما تغلي هوضب حالي علشان انقل الحله ديت على العين هنا، ونحمر الشعريه ولسان العصفور عشان نعمل الرز. نوضب للرز على ما الميه دي تغلي وتطيب نص طياب عشان ناخد شويه صوص منها نزوده للرز. يلا سلام حبايبي. غلت اهي، انا زي ما قلت لكم بالظبط هتغلي. هاجي نقلها فين؟ على العين الصغيره تتكتك بقى مع نفسها. عشان انا ايه احمر تحمري لسان العصفور، هتحمري الشعريه في الزيت القليل، في الزيت القليل عادي، كأنك بتحمري بطاطس بالظبط، كأنك بتحمري بطاطس. ماشي اهي. هغطيها تاني زي ما كنت مغطياها اهو. حلو الكلام. يسخن بقى الزيت، يسخن وتعالوا عشان نحمر. الزيت بيبقى فيه مثلا قلية بطاطس ولا حاجة، بتنضفيه بتنضفيه كده الأول. هو زيت نضيفه زي الفل. انا هحط زيت جديد ليه؟ ما هو كده كده انت هتاخديه تاني وهتحمري فيه الزيت البطاطس تاني. ماشي. اول حاجة هتعمليها الحاجة اللي تستحمل، والزيت قدح اهو. انا هحط الاول ايه؟ لسان عصفور اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثواني. احمره وارجع لكم تاني. بقى في ساعه ما بتبدا في التحمير في الحمران كده، واحده احمرت واحده لسه، تتنيكي تقلبي تقلبي. ما تسيبيش ايدك من التقليب، ما تسيبيش ايدك من التقليب، علشان مفيش واحده تاخد لون والتانيه لا. عايزينهم كلهم ياخدوا لون واحد، ياخدوا لون واحد اهو اهو. ماشي. وفي حته كده لسه هي ما جاتش، لسه ما جاتش، يا دوبك تكون صفرة صفرة اهو. خلاص اهي. هتشيليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معايا كده. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هتصفي الزيت تصفيه يكون اصفر اهو، اصفر. انت هتسيبيه شويه في الطاسه كده هيحمر اهو. هتسيبيه شويه في الطاسه هيحمر اهو. شفتوا اهي احمرت، اساسا احمرت شويه، احمرت اهي اهو. بصوا بصوا بيحمر نفسه، هو في حماره ده بيحمر نفسه. ماشي. بترديها تاني هنا. ماشي. شفتوا انا حاطه تحتها ايه؟ حاطه تحتها حله ألمونيا، حله ألمونيا، حله صاج لا، حله تيفال لا، اي حله من الحلل التانيه لا، لانها ممكن في الزيت قادح جامد، ممكن ما هي مستحملهاش الحله ايه تفرق اهو. تمام كده. حمرنا لسان العصفور. شايفين يا ولاد؟ شايفين؟ شايفين لونه؟ لونه بقى جميل. انت تنزليه اصفر وهو هيحمر زي ما انت شايفه كده مع نفسه، لان هو سخن لسه، درجه حرارته عاليه جدا جدا اهو اهو. شايفين اهو؟ شايفين بيحمر كل تقليبه بيحمر. يعني انا نزلته من على النار اهو وبرده بيحمر، نزلته من على النار وبرده بيحمر اهو. تمام. يلا عشان الزيت قادح هنحط ايه؟ هنحط الشعريه. الشعريه في ثواني هتحمر، في ثواني، في ثواني، في ثواني هتحمر.
فاضل عندي شويه من الكيس احطهم برضو اهو. اسهل اكله في الوجود الرز واللحم. اسهل اكله في الوجود الرز واللحم. تعمليها صح هتطلع معاكي صح، هتعمليها صح. اقول لك ايه، كل قرصه محتاجه لها رأس، لكل قرصه محتاجه لها رأس. لازم تقومي وتتحركي وتعملي ده وتعملي ده وتعملي ده، عشان في الاخر تلاقي الدنيا حلوه، تلاقي اكله حلوه انت ولادك تاكلوها، وجوزك كده يبقى جاي من الشغل كده مبسوط ان فيه لقمه، حاجه مدفيه البيت، حاجه يعني مش عارفه اقول لك ايه، حاجه جميله كده. ماشي. تتنكي الشعريه بالذات، اوعي تشيلي ايدك بالشعريه بالذات. لسان العصفور بيستحمل شويه، بيتحمل شويه، اما الشعريه لا 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 ما بتتحملش في ثواني. يمكن انت تأهديها لما بتبقي جايه تحمري شويه تحمري شويه رز بشعريه، وتيجي تحمري الشعريه بتلاقيها في ثواني، اتحمرت في ثواني. مش زي الرز، انت لما بتعملي الرز حبه وحبه بيغيب معاكي شويه. مش زي لسان العصفور لما تيجي تحمريه علشان تعملي شويه لسان عصفور بتغيب معاكي شويه، اما الشعريه في ثواني، في ثواني. شفتي؟ وبرده محدش يعيب لي على حلة الزيت دي. حلة الزيت دي مربية، حلة الآلية، طاسة الآلية بمعنى أصح، مربية أجيال. مفيش واحدة تقول لي ما عنديش واحدة في بيتي من، مفيش. أنا مش هصدق، مش هصدق يعني. مفيش راجل حتى هيسمع الكلمة دي ويصدق، لأنه بيشوف كل واحد في بيته لازم يبقى طاسة واتنين، واحدة للسمك، واحدة للقلية، واحدة لتحمير اللحمة وكده. بس يعني ايه، انا الحمد لله عندي اتنين. واحدة كبيرة زي دي، واحدة صغيرة، يعني ايه لما اكون عايزة اعمل شوية بطاطس ولا حاجة بحمرهم فيه. ماشي. اخلص تحمير الشعرية واجيبها دي نفس اللون اللي شلنا منه لسان العصفور اهو. بسم الله. انت بتشيليها من هنا وهي بتحمر مع نفسها من هنا. شوفوا شوفوا لاحظوا ان البتاع بتطلع دخان من تحت، بتطلع يعني الزيت قادح اهو. شايفين يا ولاد؟ ما شاء الله اهو. شايفين لسان العصفور؟ لسان العصفور كان طالع لونها كده بالظبط احمر. شايفين بقى شكله ايه؟ شفتوا الفرق؟ هي في ثانيه دلوقتي هتلاقيها نفس لون لسان العصفور، نفس لون لسان العصفور اهي. تنيكي تقلبي فيها. خلاص كده احنا خلصنا التحمير، نسيبها تبرد بقى. اهم حاجه ان الحاجه ما تحطيش لسان العصفور والشعريه، يعني ما تعمليش الرز غير لما الحاجه دي تبرد. عشان كده انا بدات في تحميره من بدري، ساعه ما حطيت اللحمه حمرت لسان العصفور على طول، حمرتهم على طول عشان ياخدوا براحهم يبقوا باردين بدرجه حراره الغرفه، على ما تيجي تحط الحاجه عليهم الصوص عليهم يبقوا حلوين. ماشي. وبألف هنا وشفا حبايبي اهو. خلاص تقريبا كده بقت نفس اللون، تقريبا كده بقت نفس اللون. نشيلها بقى من هنا، نحطها في الطبق التاني بتاعها برضو اهو، عشان لو سبناها على الزيت، لو سبناها على الزيت، الزيت سخن مولع كأنها بتتحمر بالظبط، وانا مش عايزاها تتحمر. بكفايه كفايه عليها قوي. هو اللون ده عندي جميل قوي بصراحه، هو كده يعني عين العقل فيه اهو. تمام. تبرد بس كده واعمل، مش هسيب ولا واحده. هتبرد بس كده وايه وانضفها كلها. صراحه يعني الدنيا غاليه، وانا كان زمان اي حد عايز اي حاجه اسالني عليها في الكومنتات. وما تنسوش بقى تروحوا على صفحتي في اليوتيوب، لو شفتني على الفيس تروحوا على اليوتيوب، شفتني في التيك توك تروحوا على اليوتيوب. ماشي يعني، واكسبلور كده
وشويه تعليقات جميله كده. اللي مش هتقدر عليه اعمل لي لايك، حتى لايك وقلب. انا مش عارفه اعملها ازاي. مش عارفه بيعملوها ازاي، اي حاجه. المهم ان يعني اثبتي وجودك معايا، اثبتي وجودك. هتلاقي الجديد كله عندنا. هو مش جديد قوي يعني، بس ايه، هتلاقي اللي انت عايزه تعرفيه. خبرة اكتر من يعني قولي 20 سنة، خبرة 20 سنة. ماشي. يلا بقى على ما الصوص يعمل شوية هنطيب بقى الرز. يلا سلام. نعمل الرز. لسان العصفور برد خالص اهو، الشعرية بردت خالص اهي. يلا بقى عشان نعمله شوية زيت اللي انت حمرت فيه، تمام. وتركني الحلة في الفرن تاني زي ما كان. ماشي. وبعدين تتنيكي تقلبي لحد ايه ما الزيت يفتح. دول مرق الدجاج. الزيت قدح اهو، شايفه هتفركوهم فيه. انت بتحطي مرقه الدجاج في الزيت بتضيعي كل المواد الحافظه اللي هي ايه، بتموتي كل الميكروبات إيه لو فيها ميكروبات زي ما بيقولوا كده. بس هي طعمها جميل بصراحه ربنا. انا من صغري وماما بتستعملها وبتبقى حلوه. ماشي اهو. سيحتيها كده. هجيب شويه الرز البسمتي، ولا بغسله ولا بعمل بيه اي حاجه، تمام اهو. بلفه مع ايه، مع شويه الزيت ومرقه الدجاج دول شويه. بلفه شويه. بحط كمان شفت دول طبق صغير اهو، شويه رز ايه، رز مصر اهو. كيس صلصه صغنون من الاكياس العبوات الصغيره اللي انا كنت معبياها، اللي انا عاملاها. ماشي. عايزين تعرفوا هي ايه، روحوا على اليوتيوب وانتوا تعرفوا. روحوا على اليوتيوب وانتوا تعرفوا. ادي الصلصه بلفها معاهم شويتين 3 كده مع الرز ده وده. يعني قولي يعني يتنوهم نص سوا كده. تتنكي تلفي فيهم قيمه 5 دقايق كده مع النار كده اهو اهو. صلصه طبعا انا ما رضيتش اصفيها قوي عشان يبقى فيها ميتها حلوه كده. ماشي. تنكي تلفيهم شويه 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 كده اهو. ماشي. حلو جميل كده. خلاص خدت كفوها كده. حطوا بقى ايه، لسان عصفور والشعريه ونديلهم تقليبه عظمه مع بعض. حلو تمام. ولا اي توابل هتتحط عليه، ولا اي توابل هتحط عليه. الصوص بتاع اللحمه دوت فيه كل التوابل. هوريهولكم دلوقتي. وصفت بقى شويه عشان ايه اهو. وادي اللحمه اهي ما شاء الله. شفتوا قصرت قد ايه، شفتوا قصرت قد ايه. واللحمه برضو يعني طابت اهي اهي اهي، تمام. صفت شويه ميه بقى منها وارجع لكم تاني. خلاص انا لفيتها بما فيه الكفايه وطلعت دخانها خالص كله اهوت. ماشي. والشوربه اهي ضربتها بالهاند بلندر شويه. مفيش غير انك انت هتحطي ليمون. عارفين الليمون ده 2 اهو. ماشي. حط شويه ميه. الصوص تمام. شفت عشان هو سخن شرب ميته في ثواني. حسبي من تزويد الميه، حسبي من تزويد الميه للرز بالذات.
بالنسبه لي كده تمام قوي. ماشي، عاوز كمان شويه ميه على حساب الرز البسمتي. انا معاها اهوت لحد ما يغلي، انا معاها لحد ما يغلي، بس عشان ايه؟ هغطيه بتركايه بسيطه كده واوطي عليه واسيبه خالص خالص خالص. يلا على ما يغلي واجيلكم تاني. شرب ميته اهو. اللي عليه 5 بس على ما ايه، على ما احط له شفتوا بقى ورقه الالمونيا دي دي اهم من حاجه، اهم من الرز نفسه. الكاميرا دي اسمها الكاميرا. ماشي، وتوطي النار عليها. شايفه النار؟ تعالي وطيها اهي. ماشي، مريها بغطاها كده اهو. تمام، وشكرا. نسيبها بقى ايه لحد ما تطيب. وليها تركايه كمان قبل طيابها على طول، 5 كده على ما تاخد وتدي مع بعضها وارجع لكم تاني. يلا نكشف مع بعض بقى الحله عشان نحط لها ايه اخر حاجه. اوبا اوبا، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصوا بقى آخر حاجة هتعملوها، حتة زبدة مسيحة أهي، حتة زبدة مسيحة أهي أهي، زبدة قشطة بس المهم تكون فكة يعني. ماشي، فرن، أي حاجة أي حاجة على وشها كده، على وشها تمام كده. خدي عند ماما تسوي وشه خالص كده، وتيجي مقفلة تاني كأن شيئا لم يكن. حد شاف حاجة يا ولاد؟ حد شاف حاجة؟ ما شفناهاش. هو فين الرز؟ محدش شاف. يلا 5 دقايق كده، شوية شوية طيبين كده ونيجي نبص عليه. يلا بقى شوفوا اللحمة، حطي عندك كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اهم حاجة تجيب اللحمة موزة، تجيبيها حتة موزة علشان الموزة بتبقى جميلة. اللحمة دي بالذات بتبقى موزة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي الفل، طيبة وزي العسل. وبرضو شوف مفرفتة ازاي، شوف 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 مفرفتة ازاي. وبرضو هسيبها كمان شوية لحد الرز ما يطيب، يزيتها حسن بقى. الله ريحتها جميلة. ماشي، يزيتها حسن. واحدة تيجي تقول لي انت نسيت تحط رز ملح للرز وما حطيتيش ملح للحم. انا قصده ان انت لا تحطي ملح، لا تحطي ملح للحمه ولا تحطي ملح للرز. طعم التوابل فيهم وطعم الكاتشب وطعم المستردة بيعمل لك كده ميكس بين الطعوم الجميله، بتخليها طعمها حلو قوي ومسكره وجميله. يعني بتضيع طعم الملح بالطعوم الجميله اللي احنا حاطينها. هتدوقيها مش هتنسي حلاوتها، وان شاء الله تعتمديها. ماشي، الحاجه تطيب ونقدمها بقى. يلا بقى نكشف على
على الرز ونشوفه. اوبا، بسم الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده كده تمام قوي، كده تمام قوي 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 يعني. بصي اهو، بصي اهو، ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بس نطفي عليه بقى، واللحمة مرهونة لطياب الرز، خلاص احنا نطفي عليها هي كمان. تمام كده، اعرفهم بقى واوريها لكم. وادي الرز، وادي لحمة الطباخ، وادي رز الطباخ. ولا تروحوش ابدا فرح عشان العيال يدوروا على لحمة طباخ ولا رز طباخ. هتتعلميها في بيتك، هتعمليها وهتتقنيها احسن من رز الطباخ، احسن من رز الطباخ كمان. تمام، يلا ندوقها بقى كده. وانت ايه لازم تدوق. بصي اللحمه، شفتي اللحمه دايبه دايبه دوب، دايبه دوب. اهو اهو. جميله، من الف هنا وشفا. كل سنه وانتم طيبين، وكل يوم في جديد. نتقابل المره الجايه. يلا باي باي.